النهاردة هتكلم عن الفرق بين الكلادنج للرخام والخشب في المودرن والكلاسيك. خليكم معانا وتابعونا لآخر الحلقة. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من يوميات مهندسة. معاكم رشا عفيفي. كان أحد المتابعين مهندس إسلام كان بيسأل على إزاي أفرق أو إزاي أستخدم الخشب والماربل كلادنج في المودرن وفي الكلاسيك. طيب خليني أنا أشرح لكم بالصور علشان يبقى الموضوع أوضح وأسهل. طيب أنا ممكن في المودرن احنا عارفين ان أنا ممكن مثلا أعمل التي في يونت وراها كلادنج خشب أو كلادنج ماربل. حاجات الستايل ده المودرن منتشر جدا. حتى لو هعمل بديل الماربل، لو هعمل HPL شبه الماربل whatever، او كلادنج خشب بجروفز في براس، ايا كان الديزاين. انا كده استخدمت ماربل كلادنج او خشب كلادنج. وفي البيدرومز برضو ناس كتيرة بتستخدم الستايل دوت ورا التي في يونت او التي في لو هعلق. تمام. طيب لو انا هعمل ده بقى ككلاسيك، انا ممكن استخدمه في ايه؟ طيب انا ممكن استخدم ان انا اعمل الخشب كلادنج في الكلاسيك زي ما انتم شايفين كده في الصور، وبيبقى فيه بانوهات. هو خشب بس هو مدهون. حضرتك مش شايف ان هو خشب، بس هو خشب كلادنج وعليه بانوهات بزخارف ومدهونة لون ابيض او لون جراي. ممكن يبقى خشب بلونه الطبيعي يعني، او يبقى قشرة. مش شرط ان هو يبقى مدهون لاكيه او دوكو، يبقى خشب بلونه. او كمان ممكن يبقى فيه زخارف ونقوشات. وبرضو ممكن يبقى الرخام ككلادنج الأعمدة زي ما احنا شايفين، ويبقى ليه كورنيشة ويبقى فيه زخارف. ايا كان الكلاسيك ده هيبقى مثلا كلاسيك ولا بعمل نيو كلاسيك. تمام. انا بتعامل مع الخامات واقدر اشكلها بالالوان او بالديزاين في اي ستايل من الستايلز التانية. يعني انا ممكن استخدم الرخام والخشب مش بس في المودرن، لا ممكن استخدمه في الارت ديكو. ممكن استخدمه، يمكن يبقى صعب شوية ان انا استخدمه في الاندستريال، الا مثلا لو هدهنه الوان اسود او جراي او دارك جراي. لكن انا دي شطارة بقى المصمم، ان انت تعرف تستخدم الماتيريالز بتاعتك وتشكلها على حسب الستايل بتاعك، على حسب انت الكلاينت بتاعك عايز يشتغل ازاي، وازاي هتديله الافكت والفيلينج اللي هو عايزه، اللي هو عايزها. ممكن مثلا يجيلك كلاينت يقولك انا عايز كلادنج خشب بس انا مش عايز كلاسيك، انا عايز مودرن او العكس. فانت كمصمم شاطر تستخدم الماتيريالز اللي هو عايزها بالستايل اللي هو عايزه، وده بيكون نجاح للمصمم ان هو يقدر يحقق الاتنين مع بعض. اتمنى اكون قدرت افيدكم كده. تكون خلصت حلقة النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اعملوا سبسكرايب وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد معانا. واشوفكم الحلقة الجاية، والى اللقاء.